بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جاي لكم بفيديو بسيط جدا، سهل وبسيط. هنعمل حاجه كده بنستخدمها كتير جدا في تتبيلات الفراخ، وهي بتبقى غاليه. احنا هنعملها بمكونات بسيطه بس فضلا وليس امرا. لو اول مره بتشوفيني حطي لي كده لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد بنزله باذن الله. تعالوا بقى احنا نشوف ان هنعمل مع بعض ايه. هنعمل دبس الرمان بطريقة بسيطة جدا ومكونات موجودة في بيوتنا كلنا بإذن الله. هنعمل مع بعض كمية بسيطة كده هتقضينا شوية كتير، لكن هتبقى سهلة ان شاء الله. معايا كده 4 معالق من العسل الاسود، يعني لو متوفر عندك كمان 4 معالق من خل التفاح هتحطيهم عليه، لكن انا ما كانش متوفر عندي خل تفاح، بس الاساس بتاعها الصراحة يعني بخل التفاح، لكن هيقضي برضو الخل الابيض مفيش مشكلة. الخل العادي بتاعنا حطيت 4 معالق خل على 4 معالق من العسل الاسود، وقلبتهم مع بعض كويس جدا العسل مع الخل. وهنزل بقى عليهم بنص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان معايا نص معلقة من الحبهان البودر على الورق لورا مطحونين مع بعض، ونص معلقة من قلنا الفلفل الاسود، ثوم باودر وبصل باودر وبهارات لحمة بس تكون يعني بهارات قوية او بهارات فراخ زي ما انت عايزة. زي ما احنا شايفين قلبت كده كل المكونات مع بعض ونزلت بالبهارات، قلبتها كويس جدا لحد ما دابت تماما، وحطيت نص معلقة صغيرة من الملح. يعني الملح خليه حاجة بسيطة كده عشان لو نسيتي في الوصفة يبقى يعني الوصفة كده ما تبقاش حادقة منك. فأي تتبيلات فراخ بقى هتستخدميه هيبقى جميل جدا. الخطوة دي بقى لو انت عاملة كده كمية أكبر شوية هتبقى أحلى، لأن انت هتنزلي بقى الزيت، خيط زيت صغير كده هتضربيه مثلا في الهاند بلندر أو في الخلاط. زي ما احنا عارفين لما بننزل كده الزيت في أي حاجة بنعملها صوص، يعني أي زي صوص الشوكولاتة زي الحاجات دي، لما بننزلها كده خيط في قلب الخلاط بيديني قوام تقيل وبتبقى أحلى من كده بكتير. بس صراحة انا قلت الكمية بسيطة قلت اجربها، فمش مستاهلة بقى ان انا يعني هستخدم الخلاط او الهاند بلندر. كان واقف صراحة ساعتها. انا لقيتها كده محتاجة معلقة من الخل كمان، حطيت كده معلقة صغيرة كمان من الخل. زي ما احنا شايفين مع بعض ابدأ بقى ادمج المكونات كويس جدا جدا مع بعض. وزي ما قلت لكم لو خطوة الزيت دي نزلتيها بالتدريج كده هتديكي قوام احلى من كده كمان. بس انا بقى لما سبته تقل عن كده كمان هوريهولكم باذن الله. نزلت بقى الزيت شوية بشوية لحد كده ما الكمية خلصت، وبدأت بقى ان انا قلبت فيها كويس جدا، وجبت كده اي برطمان عندك يكون نضيف ومتعقم كويس. يعني ده كان بتاع صلصة، غسلته كويس جدا ونشفته وعقمته، وجبت بقى كده قمع فضيته فيه. لو عندك ازازة من بتاعة الصوص من بتاعة الكاتشب، اي ازازة تكون يعني محكمة الغلق كده، نزلت بقى فيها كده كل الكمية اللي احنا شايفينها. طبعا عملت كمية حلوة جدا. الازازة بنشتريها بكمية يعني بفلوس غالية، احنا عملناها بمكونات بسيطة من البيت، ما استهلكناش حاجة خالص، يعني ما كلفتناش اي حاجة. والوصفة بإذن الله ناجحة مليون في المية. هتستخدميها بقى في تتبيلات الفراخ، هنعمل بيها حاجات كتير جدا جدا مع بعض ان شاء الله، وهتطلع طعمها خطير. زي ما احنا شايفين انا بدأت برضو ارج فيها كده شوية حلوين خالص. ده بديل الخلاط، رجيت فيها شوية كتير لحد بقى ما القوام بتاعها بدأ ان هو يتقل، ولما سبتها كمان تقل اكتر واكتر. لو انت عايزة القوام بتاعها يتقل عن كده نزودي لها كمان 3 او 4 معالق من الزيت، لكن انا شايفاها ان هي كده كويسة جدا. زي ما احنا شايفين يا حبايبي مع بعض النتيجة كانت جميلة جدا وناجحة ان شاء الله مليون في المية. ان شاء الله مع بعض الفترة الجاية هنعمل كل حاجات المصانع، كل المنتجات بتاعة الشركات هنعملها بإذن الله في البيت عشان تبقى مضمونة ونظيفة، حاجة كده احنا اللي عاملينها بإيدينا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك، ولحد ما اشوفكم في وصفات اكتر اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.